من زمان والبشر عندهم فضول تجاه كوكب المريخ، والخيال العلمي كان مليان قصص عن إننا نقدر نعيش عليه. ومع تقدم العلم بقى فيه أمل حقيقي إننا نحقق الحلم ده ونحول المريخ لأرض تانية للبشر. الكوكب الأحمر عنده موارد زي المياه الجوفية، ده غير إن موقعه قريب من الأرض، لكن التحديات على الكوكب أكبر بكتير من مجرد وجود مية عليه أو حتى إنه قريب من الأرض. فيا ترى العلم وصل لإيه في استكشاف الكوكب الأحمر؟ وهل هنقدر في وقت قريب إننا نكون عايشين على الكوكب، ولا دي كلها مجرد تخيلات؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز، واللي هنتكلم فيها عن استعمار كوكب المريخ. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجاية كلها. استعمار البشر للمريخ معناه بشكل بسيط ان البشر يهاجروا بشكل دائم للمريخ ويستغلوا كل الموارد المتاحة على الكوكب. فزي ما الناس مثلا بتقدم على هجرة لكندا وامريكا، وارد جدا يجي يوم والناس تقدم على هجرة لكوكب المريخ، وده في حد ذاته محتاج استثمارات ضخمة. سطح الكوكب وبسبب بيئته القاسية بيواجه اشعاعات قوية، وعليه كمان غبار سام، كأنك بالظبط عايش على أرض بعد كارثة نووية. وغير كده الغلاف الجوي للكوكب رقيق جدا، ودرجة الحرارة فيه بتوصل لسالب 70 درجة تحت الصفر. فالموضوع محتاج استثمارات ضخمة واستعدادات كبيرة جدا للتعامل مع الظروف الصعبة دي. لكن رغم كل الصعوبات دي، كوكب المريخ فيه ميزة مهمة جدا، وهي وجود مية متجمدة تحت سطحه. لكن للأسف الطاقة والرياح اللي بتيجي من الشمس ضعيفة جدا، والموارد اللازمة للطاقة النووية محدودة. وعلى الرغم ان المسافة بين المريخ والأرض قريبة نسبيا، لكن هي برضو ما تخليناش نقدر ننقل الموارد والأشخاص لهناك بسهولة شوية. ولو بتسأل عن السبب في ان العلماء بيفكروا في استعمار المريخ، ففي دوافع كتيرة جدا لاستعمار الكوكب، واللي أهمها هو التشابه الكبير بين كوكب المريخ وكوكب الأرض، خصوصا لما نرجع بالزمن لورا. فعلى الرغم من ان المريخ دلوقتي بيظهر كصحراء قاحلة وباردة جدا، الا ان العلماء اكتشفوا ادلة بتقول انه زمان كان بيشبه الارض لدرجة كبيرة، يعني من حوالي 4.6 مليار سنة. كان في فترات من تاريخهم الكوكبي شبه متطابق. على سبيل المثال، العلماء بيعتقدوا ان المريخ كان فيه بحيرات وانهار وكمان محيطات ضخمة على سطحه. كمان في تشابه بين الارض والمريخ من ناحية الفصول، لان المريخ عنده ميل مشابه لميل الارض، فبيحصل عنده فصل الصيف والشتاء في نصفه الشمالي والجنوبي، حتى ولو كانت درجة الحرارة أقل بكتير من اللي احنا متعودين عليها. وبالرغم من إن الغلاف الجوي للمريخ أضعف بكتير من الأرض، إلا إنه بيحتوي على غازات شبه اللي موجودة في الغلاف الجوي للأرض. الأرض والمريخ كمان عندهم تقارب في طول اليوم. اليوم الواحد على المريخ حوالي 24 ساعة و37 دقيقة، يعني الفرق بسيط جدا، وده معناه إنه بيدور بنفس سرعة الأرض تقريبا. أما بالنسبة للمناخ، فكوكب المريخ بارد جدا لو هنقارنه بكوكب الأرض، ورغم إن عنده أوجه تشابه كتير مع الأرض، إلا إن الكوكب الأحمر عنده اختلافات كتيرة برضه، خصوصا في جاذبيته اللي بتساوي حوالي 38% من جاذبية كوكب الأرض. بالإضافة للتشابهات دي، ففكرة إن يبقى في مكان آمن لو حصلت مشكلة كبيرة على الأرض، وإن العلماء يساعدوا في عدم انقراض البشرية، ده بيخليهم يسعوا بشكل كبير للوصول للمريخ واستعماره. وفكرة الاستعمار دي استحوذت على خيال الناس، خصوصا في أفلام الخيال العلمي، وشجعتها مؤسسات كتير زي سبيس إكس، ووكالات فضاء كتير زي وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، اللي بدأوا فعلا يعملوا مشاريع تجريبية. اتكلم على المشاريع اللي اتعملت قبل كده على كوكب المريخ، خليني أفكرك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. دعمك ليا هيخليني استمر في تقديم المحتوى ده بافكار افضل ان شاء الله. كل الخطط اللي حطتها وكالات الفضاء زي ناسا ووكالة الفضاء الروسية ووكالة الفضاء الاوروبية لمهام البشر للمريخ مش بتفكر في الاستعمار المباشر، لكن بتفكر في رحلات استكشافية زي بعثة ابولو للقمر، اللي كانت للاستكشاف فقط، مش عشان يبنوا مستعمرة دايمة هناك. الاستعمار هيحتاج اننا نبني مكان دائم للعيش على المريخ علشان يقدر في المستقبل يعتمد على نفسه ويتوسع. واول فكرة رئيسية ظهرت لبناء أول مستعمرة على المريخ كان اقترحها مهندس الفضاء الأمريكي روبرت زوبرين، وهي فكرة مارس دايركت، واللي كانت عبارة عن اقتراح اتنشر في ورقة بحثية سنة 1990. وهدفها الأساسي إنه يبني المستعمرة دي بأقل تكلفة ممكنة. والفكرة الرئيسية كانت عبارة عن استخدام الغلاف الجوي للمريخ علشان ننتج الأكسجين والمية ووقود الصواريخ لرحلة البقاء على السطح والعودة مرة تانية لكوكب الأرض. وبعدها بفترة، وكالة ناسا استعانت بنسخة
نسخة معدلة من الخطة باعتبارها مهمة مرجعية للتصميم. ده سبب خيبة أمل لزوبرين لعدم اهتمام الحكومة باستكشاف المريخ. وبعد نجاح كتابه اللي نشره سنة 1996 واللي كان بعنوان The Case for Mars، أسس العالم زوبرين جمعية المريخ في سنة 1998، واللي بتعتبر منظمة دولية دعوتها الأساسية كانت إرسال بعثة بشرية للمريخ بأقل تكلفة ممكنة، واللي انضم ليها إيلون ماسك في وقت من الأوقات. لكن على أرض الواقع ناسا كانت أول منظمة تبعت بعثات استكشافية للمريخ، وأول برنامج بعتته ناسا للمريخ كان برنامج فايكنج في السبعينات، وده كان عبارة عن مسبارين فضائيين فايكنج 1 وفايكنج 2 علشان يدوروا على حياة على الكوكب الأحمر. رغم إنهم ملقوش دليل قاطع على وجود حياة، إلا إنهم وصلوا لينا أول صور مفصلة لسطح المريخ. بعد كده في سنة 1997 نزلت مركبة فضائية اسمها مارس باثفايندر على كوكب المريخ، وكانت جايبة معاها روبوت صغير اسمه سوجورنر، ودي كانت أول مرة يستخدموا روبوت متجول لاستكشاف سطح كوكب تاني. وفي سنة 2004 هبطت مركبتين على سطح الكوكب، الأولى كان اسمها مركبة سبيريت، تانية اسمها مركبة اوبورتيونيتي، والمركبتين دول اشتغلوا مدة أطول بكتير من المتوقع ليهم. الاتنين دول اكتشفوا أدلة قوية على وجود المية في الماضي على كوكب المريخ. وفي سنة 2012 كان في مركبة اسمها كيوريوسيتي، دي كانت أكبر من أي مركبة فضائية نزلت على المريخ قبل كده. وظيفة المركبة دي إنها تدرس جيولوجيا المريخ، تدور على أماكن ممكن تكون قابلة للحياة. وأخيرا في سنة 2021 وصلت المركبة الفضائية بيرسفيرنس لكوكب المريخ، ودي كانت مختلفة عن أي مركبة فضائية قبل كده، لأنها كانت جايبة معاها طيارة هليكوبتر صغيرة علشان تعمل أول رحلة طيران على كوكب تاني غير كوكب الأرض. في 21 مارس 2017 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضى قانون بيفوض وكالة ناسا إنها تبعت بشر للمريخ بحلول سنة 2033. وبعدها بأسبوع وكالة ناسا نشرت خطة اللي بتعتبر أكتر خطة تفصيلية ليها لحد دلوقتي بخصوص إزاي يوصلوا للكوكب الأحمر. والخطة كانت عبارة عن 5 مراحل. أول مرحلة شغالة حاليا وبتستخدم فيها محطة الفضاء الدولية كأرضية اختبار علشان يجربوا الإمكانيات والعمليات المهمة للاستكشاف، وكمان لدعم صناعة الفضاء التجارية اللي لسه بتكبر. المرحلة التانية بخصوص 6 عمليات إطلاق ما بين سنة 2018 و 2025، والهدف الأساسي منها اختبار الصاروخ الضخم Space Launch System اللي طوله أكتر من 99 متر، وكمان بناء محطة فضاء جديدة اسمها ديب سبيس جيت واي في مدار قريب من القمر، ودي هتكون أصغر من محطة الفضاء الدولية. أما المرحلة الثالثة هتكون في سنة 2027، وفيها هيتم إطلاق مركبة اسمها ديب سبيس ترانسبورت، واللي هتروح لمحطة ديب سبيس جيت واي الجديدة. وبحلول سنة 2028 أو 2029 هيتم إرسال 4 رواد فضاء علشان يقعدوا حوالي 400 يوم داخل المركبة اللي على شكل أنبوبة، واللي وزنها تقريبا 41 طن، وهي بتمر حوالين القمر علشان يتأكدوا من إنها شغالة من غير أي مشاكل. أما في المرحلة الرابعة واللي هتبدأ في سنة 2030 تم إطلاق صاروخ سبيس لانش سيستم للمرة التانية علشان يمد المركبة بالإمدادات والوقود. وبعد كده هيكون في إطلاق تاني علشان ينقل 4 رواد فضاء، واللي هيكونوا هم الطاقم اللي هيزور المريخ. أما بالنسبة للمرحلة الخامسة والأخيرة فهتحصل بعد سنة 2033، لكنها لسه مش واضحة تماما. اللي مذكور بس في الوثيقة هو إنهم هيطوروا بعثات تحضيرية باستخدام الروبوتات علشان يوفروا سكن وإمدادات على سطح المريخ، وكمان علشان يحضروا لبعثات الهبوط البشري على المريخ في النهاية. من الحاجات اللي ما ينفعش ما نقولهاش هو دور إيلون ماسك والخطط بتاعته لاستعمار المريخ. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شغال بقوة على مشروع استعمار المريخ، وعنده خطط كبيرة علشان يبني مدينة هناك ويبدأ يجيب البشر يعيشوا فيها. وطبقا لوثائق الصحيفة إيلون ماسك وجه فريق سبيس إكس علشان يشتغلوا على تصميم وتفاصيل المدينة اللي عاوز يبنيها. ففي فريق كامل شغال على تصميم إباب صغيرة للسكن والبحث في المواد اللي ممكن يستخدموها للبناء، وفريق تاني بيطور بدلات فضائية علشان تقدر تتأقلم مع بيئة الكوكب الصعبة جدا، وفريق طبي كمان بيبحث في إمكانية تكاثر البشر خارج الأرض. الحاجات اللي بيعملها دي ورغم إنها لسه في البداية بتبين إنه واخد موضوع الحياة على المريخ بجدية وعايز يخليها واقعية أكتر، خصوصا إنه ماشي بخطة زمنية أسرع من الأول بكتير. زمان في سنة 2016 كان إيلون ماسك بيقول إن الموضوع ممكن ياخد من 40 ل 100 سنة علشان نقدر نبني حضارة كاملة على المريخ، لكن في إبريل سنة 2023 قال للموظفين في سبيس إكس إنه
متوقع ان مليون بني ادم ممكن يعيشوا على المريخ خلال 20 سنة. وفي فيديو نشره ايلون ماسك قال فيه في حاجة ملحة اننا نخلي الحياة متعددة الكواكب، وبيشوف انه لازم نعمل ده دلوقتي، لدرجة ان فريق التصميم الصناعي في الشركة شغال على قدم وساق. وعلى صفحة سبيس اكس حاطين عد تنازلي، ودلوقتي وصل العد ده ان فاضل 6 شهور ويوصلوا للمريخ، وبعد 6 شهور وقتها هنشوف العلم وصل لايه. دي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة من مسلم مايندز. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.